مميزه جدا، لان انت لو عايز تشتري موتوسيكل زي الموتوسيكل ده والناس تقف تتصور معاك، حبيبي صباح الفل يا رجاله. اهو لسه بنقول ايه، الناس كلها هتتصور معاك، الراجل بتاع الدليفري بيصورنا. مش هتتخيل بقى الموتوسيكل اللي قدامنا ده بكام. والله العظيم ثلاثة الموتوسيكل ده لو مش بعجلتين كان رفع لفوق. لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى هنصور لكم مش حته رنجايه الناس بقى اللي بتركب عربيات، لا، الناس اللي بتركب موتوسيكلات بس عايزه تدلع نفسها. الحته اللي قدامنا دي الكنام السبايدر. طبعا كلنا دايما بنسمع عن السبايدر. ايه السبايدر؟ طب ايه الكنام؟ ده اللي قدامنا الحته الكنام السبايدر. طبعا دي من شركه BRB، والشركه دي شركه كنديه مش بتعمل موتوسيكلات، عشان احنا مش هنقول ان ده موتوسيكل. الموتوسيكل يعتبر دايما هو بفكره العجلتين، لكن بره بيسموا الحته اللي قدامنا دي ATV، او بمعنى اصح تورينج. ليه؟ لان هي بيركبها شخص او شخصين، بس في اختلاف ان احنا هنلاقي ان عندنا الموتوسيكل اللي قدامنا ده ب3 عجلات مش بعجلتين. فتعالوا بقى نتكلم النهارده عن المميزات بتاعته والتفاصيل. ولو انت عايز تبقى من الاشخاص المميزه او حاجه تركب حاجه فريده كده وتبقى راجل متدلع، نتفرج بقى على الحته دي. موديل 2016. الموديل ده نازل من الكنام عامه في كذا فيرجن. الفيرجن اللي قدامنا ده اسمه F3S. الاس ده بيبقى موديل سبورت. طبعا في حاجات كتيره جدا. الموتوسيكل ده معمول له تعديلات كتيره جدا. لو هنتكلم على مواصفات الموتوسيكل ده 1330 سي سي، 3 سلندر، بيطلع 115 هورس باور. في ناس كتير هتقول لي انت بتصور موتوسيكلات بتطلع 220 و170 هورس باور، هل الموتوسيكل ده كده مش هيبقى قوي؟ هيبقى قوي طبعا، لان الموتوسيكل ده في الموتور بتاعه في، واحنا عارفين دايما المواتير الفي بتبقى العزم بتاعها اكتر. زي ما تركب كده عربيه رانج روفر او عربيه جيب، بتلاقي المواتير 6 سلندر في، الفي ده بيبقى الموتور عامل كده. طبعا هنا الموتوسيكل ده 3 سلندر، يعني ايه؟ يعني 3 بوجيهات، تحس ان انت راكب بيتش باجي بس على كبير، مش بيتش باجي بقى عادي اللي احنا بنشوفه الهوندا والسوزوكي والرابتور. تعال بقى نتكلم على التعديلات. ب 150,000 جنيه تعديلات. متخيلين بقى الموتوسيكل ده هيبقى سعره كام؟ تعال نبدا كده من الاول يا عمرو ونشوف الموتوسيكل ده متعدل في ايه. اول حاجه هنلاقي الليد قدامنا ده تعديل. الجنوط اللي قدامنا دي جنوط برضو نازله تعديل. الرفرف بالانوار بتاعته تعديل. هنلاقي هنا برضو الزينون في الموتوسيكل ده تعديل. ثانيه واحده. الدواسات، كفه الفرامل، الدواسات الخلفيه، الهاندلنج اللي ورا لو حد راكب، شايفين يعني شغل من الاخر التدليع. تعالى بس كده ثانيه يا عم، ما تسيبنيش وتمشي يا عمرو. تعالى بص، شايفين الظهر كله تعديل. طبعا في العادي بيبقى البراكت ورا على الايه، الفرده الخلفيه. الحاجه الاهم والاغلى صوت الموتوسيكل ده. فتعالوا بقى نسمعكم صوت الموتوسيكل ده. والجاكمان ده كان عامل قبل ارتفاع الدولار 30,000 جنيه اكرابوفيك. عبط العبط. ها، عايزين تسمعوا رعد ولا عايز تسمع ايه؟ بص، طبعا احنا مش عايزين نعمل دوشه لسكان اكتوبر والشيخ زايد عشان بيتصلوا بينا وبيبهدلوا الدنيا عشان الاصوات اللي احنا بنعملها بالموتوسيكلات. فتعالوا بقى نرجع لورا. طبعا زي ما انتم شايفين كده ده جاكمان متعدل اكرابوفيك. كده يعتبر احنا اتكلمنا على التعديلات او الحاجات الاكسترا اللي محطوطه في الموتوسيكل ده. والتوب سبيد بتاعته 200. هي 200 دي كويسه جدا بالنسبه لان حاجه 3 عجلات. طبعا الكاوتش اللي فيه كله لسه جديد، لسه متركب، واعتقد الكاوتش ده يعدي 30,000 في اسعارنا في الايام دي. طبعا الموتوسيكل ده على سير ومش على جنزير. وفكره السير برضو زي ما انتم شايفين كده زي السكوترز، بس طبعا ده بيبقى اقوى كتير. شايفين السير عامل ازاي؟ ما شاء الله. شايفين الكادر، شايفين تحمل الكادر ده مواسير. واحنا عارفين دايما حته الكادرات ان شركه دوجاتي دايما بتهتم قوي بالكادرات المواسير، لان دي بتدي صلابه اكتر بكتير وبتبقى متحمله الموتوسيكل اللي احنا قدامنا. الموتوسيكل ده على مساعد وسطي زي ما انتم شايفين كده في النص. طبعا من الحاجات اللي احنا نسينا نقولها في التعديلات، كل ده تعديل. الوشوش النيكل دي تعديل برضو من وسط الحاجات التعديل. مقاس العجله اللي ورا 225 50 جنط 15. يعني انت لو راكب عربيه BM هتلاقي مقاس الكاوتش الخلفي نفس المقاس، بس الفرق ان ده جنط 15 واي عربيه بقى 16 او 17. اهم حاجه من الكلام ده كله ان انت لما تيجي هنا هتلاقي في زرار مثبت السرعه، ودي حاجه اساسيه من اساسيات ركوبك للموتوسيكل. ليه بقى؟ انت قاعد طالع السخنه، طالع رايح طويل، قاعد مأنتخ، مش همك اي حاجه، مثبت سرعتك
وقاعد، ولا رادارات ولا اي حاجه من الكلام ده كله. الحاجات برده الجميله في الموتوسيكل ده، الموتوسيكل ده عامه 6 نقلات وفي ريزيرف، يعني في تقدر ترجع مارشدير عادي، من حقك ان انت ترجع مارشدير وتطلع قدام. هنلاقي هنا عندنا كتله كبيره قوي فيها شويه مودز كده. ايه بقى الكلام ده كله؟ هنا عندنا هنا ده الهاند بريك، ده الباركنج، يعني البي دي علامه الباركنج. وهنا عندنا زي زراير بتتحكم فيها من الشاشه اللي قدامنا ده، تحس ان انت هنا عربيه، عدادات عربيه مش عدادات موتوسيكل. هنيجي هنا بقى هنلاقي هنا ان انت تقدر تدخل في المود وتعمله ايكو، وهنا الار ده الريزيرف. وهتلاقي هنا عندنا الشيفتات بلس وماينس، لو انت عايز تشتغل مانيوال منه هو اوتوماتيك، ولو عايز ترجع ريزيرف بدوس على الار وعلى الماينس يرجع معاك ريزيرف لورا. القعده بتاعته طبعا دي اهم نقطه، زي ما انتم شايفين كده قاعد ما انتخ طالع رايد، الدنيا جميله وراك، ممكن تركب حد كمان وراك وقاعد مرتاح. موتوسيكل زي ما انتم شايفين التحكم من الدركسيون في العجلتين اللي قدام، وده طبعا من السيفتي كويس جدا. من الحاجات بقى السيفتي في الموتوسيكل اللي قدامنا ده السبايدر، ان هو الفرامل بتاعته اي بي اس. والحاجه اللي انا نسيت اقولها ان لو احنا جينا بصينا قدام هنا هنلاقي ان ماستر الفرامل بالطنبوره بريمبو، واحنا عارفين ان البريمبو دي من اقوى الشركات في البريكس عامه. وطبعا زي ما انتم شايفين احنا متعودين ان اي حاجه فيها الشرط دي يبقى ده اي بي اس. طبعا الموتوسيكل ده فيه تراكشن كنترول، ودي حاجات من الاساسيات بتاعت السيفتي. طب لو جينا بقى شفنا الوش بتاعه هنلاقي ان هنا ورا الشبكه دي جزء بتاع التبريد، الريتير والمراوح وكل حاجه بيبقى جاي في الوش. طبعا هنا الاس اللي هي الشبكه السبور، شايفين المساعدين عضلات نازله من الجناب، يعني انت عايز تدخل كده تفرد السيطره هتدخل بالموتوسيكل ده في اي حته خلاص. ومن الحاجات برضو الملحوظه طبعا زي ما انتم شايفين الكساحه يعني شويه مكسوره كده، لان هو الموتوسيكل يبقى وشه واطي شويه من قدام، ولكن ليه علاج يعني برضو. ولكن هو الموتوسيكل طبيعته كده، ويعتبر الموديل ده من اعلى الموديلات عن الموديل بتاع 2014. ومن الحاجات برضو المميزه كانت في الموتوسيكل ده الموديل 2016 عن الموديل القديم، ان مروحه التبريد او الكولنت اريا بقت في الوش الموتوسيكل مش في الظهر. كانت زمان الناس اللي راكبه ال 2014 بيشتكوا دايما من موضوع التبريد، لان المراوح كانت بتيجي بترمي كل الصهد على الراجل اللي راكب او على اللي سايق الموتوسيكل ده. طب ونيجي بقى على اهم نقطه، المساحه التخزينيه او الشنطه بتاعه الموتوسيكل. تعالوا بقى نرفع الكرسي، لا هو مش من ورا، هو من قدام. هنيجي بقى نلاقي هنا، فاكرين الكبوب بتاع العربيه اللي اسمها ايه دي؟ بيتلز قدام اهو، كمان بقى يكفي. المساحه طبعا متوسطه، هي تشيل معاك خوذه هاف، تشيل مثلا ازازه ميه، بس هي مش كبيره. مهتم ان هو يركب سايد باجز بتركب في الجنبين هنا، وممكن تركب كمان توب بوكس، بس توب بوكس مش هيبقى الطف حاجه اعتقد، يعني شكله مش هيبقى ظريف للدرجه. الموتوسيكل ده السعر بتاعه كام بحالته بالكماليات اللي فيه؟ الموتوسيكل ده سعره 530,000 جنيه، نص مليون. والموتوسيكل ده ممكن برضو اللي حابب يدفع نص ثمنه ويقسط الباقي، دي برضو موجوده عندنا. مش هتصرف على الموتوسيكل ده ومعمول له كل السيرفيس. زي ما انتم شايفين كده ماشي 11800، يعني قول 12000 كيلو. طبعا هو في رخصه مرور التجمع. تعالوا بقى ناخد حركه كده بالموتوسيكل ويلا بينا. في حاله من العبط اللي احنا راكبينها، وانا مش عايز ازود بنزين عشان عمرو بيخاف. طبعا قبل اي حاجه عايزين نقول بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك لصاحبه واللي هيشتريه كمان ان شاء الله. بجد الحاجات دي ممكن تكون بتتحسد، لان هي من الحاجات المميزه جدا. واحنا قلنا في اول الفيديو ان الموتوسيكل ده مميز جدا من نوعه، واي حد هيبقى ماشي في الشارع هيفضل يبص عليك. امسك فيا يا عمرو. طبعا سامعين البقبقه عامله ازاي؟ ها الاكسلريشن بتاعه، انت راكب ريس معين صاحبي. ايوه انت راكب ريس معين. والله العظيم ثلاثة الموتوسيكل ده لو مش بعجلتين كان رفع لفوق، كان ادانا واحد هورس امباليه. بص كنا شفنا تاني نور والله العظيم. حبيبي جبته؟ والله قلت لكم يا جماعه الموتوسيكل ما شاء الله من كتر ما هو مميز، الناس كلها حرفيا بتبص علينا يمين وشمال حرفيا. يلا اسيبكم بقى في فيديو تاني ان شاء الله، وسيبوني انا اتمتع بالموتوسيكل ده. يلا باي باي.